حبايبي، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد، حلقة جديدة. ما تنسوش طبعا قبل ما نبدأ الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. لكن عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، لو عندكم حاجة سيبوها في ايديكم وركزوا معايا في الفيديو، عشان الفيديو النهاردة هنتكلم عن تاريخ اليهود. خليكم معايا عشان تعرفوا ليه اليهود اتسموا بالاسم ده وايه تاريخهم. وقبل ما نبدأ طبعا ما تنسوش طبعا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. طب يلا بينا نخش في الفيديو على طول، ما نخلوش نطول. السؤال بيقول ليه اليهود اتسموا بالاسم ده؟ خلي بالك كتير اتعددت الآراء إن هما إيه؟ اتعددت الآراء في حول تسمية اليهود بهذا الاسم، في عدة آراء ومنها إيه؟ ومن أبرز الأسباب، من أبرز الآراء أو من أبرز الأسباب ده إيه؟ بيقول لك نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب. مين يهوذا ابن يعقوب ده؟ حضرتك إذا رجعنا إلى قصة سيدنا يوسف عليه السلام، سيدنا يوسف كان لديه أخ يدعى يهوذا، وهو أخو سيدنا يوسف عليه السلام. وده الرأي الأكثر شيوعًا، حيث إنه إيه؟ اليهود نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب عليه السلام. والرأي الثاني بيقول الهوادة. هي إيه الهوادة دي؟ بيقول لك يعني الهوادة كلمة مشتقة من المودة أو هوادة، وهي يعني المودة والترابط. والنقطة الثالثة إذ هدنا إليك، بمعنى وبعض الروايات الإسلامية زي ما ذكر في القرآن الكريم إن سبب تسمية اليهود بهذا الاسم إذ هدنا إليك، إذ قالوا يا بني بكلمة إذ هدنا إليك عندما قالها بني إسرائيل لسيدنا موسى عليه السلام بعد توبتهم. يبقى من أهم الأسباب من الأسباب من هذه الأسباب من الأسباب التي سبب تسميتها اليهود إن هو ومنهم الرأي الأكثر شيوعًا هو نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب عليه السلام، في أخو سيدنا يوسف عليه السلام. اليهود نسبة إلى اسمه يهوذا. الرأي الثاني وهو الهوادة، وهي كلمة هي الهوادة يعني المودة والترابط، يشير إلى المودة والترابط اللي بينهم. والنقطة الثالثة إذ هدنا إليك، يعني إيه إذ هدنا إليك؟ بعض الروايات الإسلامية خاصة في القرآن الكريم قال إذا هدنا إليك دي عندما قالها بنو إسرائيل لسيدنا موسى عليه السلام بعد توبتهم، ويا ريتهم تابوا. اليهود طول عمرهم كده. إيه بقى هو أصل اليهود؟ أصلهم إيه؟ فصلهم إيه؟ ملة أبوهم إيه دول؟ خلونا إحنا نعرف. بيقول لك في روايتين، في حاجتين نظريتين بيقولوا ايه هو اصل اليهود. الرؤية التوراتية والنظرة التاريخية والأثرية. يعني ايه الرؤية التوراتية؟ الرؤية التوراتية اللي هو الكتاب العبري المقدس. هو الكتاب العبري المقدس يعني ايه؟ ان هم ابناء ابراهيم. يعني اللي هو قصده بيقول رواية التوراتية من حيث أبناء إبراهيم. إزاي يعني إيه أبناء إبراهيم؟ يعني بالنسبة وفقا لما جاء في الكتاب العبري المقدس، فهم ينحدرون من سلالة إبراهيم عليه السلام، وهي شخصية مركزية في الديانات الإبراهيمية. إيه هي الديانات الإبراهيمية دي؟ وهي سواء الإسلام والمسيحية واليهودية. والخروج من مصر، يعتبر خروج اليهود من مصر ده من أهم الأحداث في التاريخ اليهودي، حيث إن هم إن ساعتها بنو إسرائيل خرجوا من مصر من قبل سيدنا يوسف، من قبل سيدنا موسى عليه السلام لهروبهم من العبودية. وده كان من أهم أحداث التاريخ اليهودي، الخروج من مصر. والعهد مع الله دي بالنسبة لرواية يعني إيه العهد مع الله؟ يعني الكتاب المقدس بيقول عندهم، الكتاب المقدس العبري بيقول عندهم إن ربنا اختار سيدنا إبراهيم وشعبه ليكونوا شعبا خاصا به وأبرم معهم عهدا. إيه بقى النظرة التاريخية والثقافية ده؟ أرض كنعان. في النظرة التاريخية والأثرية بيقال إن بنو إسرائيل يشير دليل الأثر في بني كنعان، إن يشير دليل الأثر إن اليهود نشأوا في أرض كنعان. وهي أرض كنعان هي منطقة فلسطين حاليا، تشمل فلسطين حاليا.
والتأثيرات الثقافية. التأثيرات الثقافية، الثقافة بتاعتهم خلتهم خلت عندهم حاجات كتير. والتشتت والعودة. يعني ايه التشتت والعودة بالنسبة لليهود؟ ان مرة بالتاريخ اللي حصل لهم، والتشتت والخروج من بلد لأخرى. التشتتات والعودات اللي عندهم هم ذلك بصمات علاقتهم الثقافية، ده مما أدى إلى الثقافة الخاصة به. يعني كل يا عزيزي المشاهد في هذا الفيديو هنقول إن تاريخ اليهود معقد. أنت ما تعرفش دول أصلهم إيه ولا ملتهم إيه. تاريخهم معقد بمعنى الكلمة. أنت ما تعرفش أصلهم، ما تعرفش دول جايين منين، ما تعرفش دول إيه بالظبط. طبعا قبل ما نقفل، شكرا لمشاهدتكم الفيديو، والسلام عليكم.